ولكن كيف لهم أن يدركوا هؤلاء الأغبياء الذين يتحدثون عن السآفة وعن الحضارة التي لم يأخذوا منها من الحضارة الفرنسية التي بنت لبنان، ولا لكانت زبالة كما هو حالها الآن، لم يأخذوا منها إلا العري والرقص والفجور، ليس إلا، ويتحدثون عن السآفة والحضارة. هذا ما يحدث للأسف، ويتناسون مواقف المملكة العربية السعودية والتي تحتضن أكثر من 350 ألف لبناني عبئا على المملكة العربية السعودية. والله ليس منهم فائدة، وللأسف أنهم يتبجحون أمثال هؤلاء بأنهم ساهموا في التنمية. أي تنمية ساهمتم فيها وأنتم لم تنظفوا بلدكم أصلا؟ أي بلد، أنا أستغرب عندما يتحدث، وكل البلدان العربية وكثير منها يتحدثون عن الحضارة والثقافة، البلد الذي لا يزال شعبه مشرد في كل بلدان العالم، هذا لا حق له أن يتحدث عن حضارة وثقافة. لو كان فيه خير لكان استمد واستمر في حضارته المزعومة المكذوبة. إذا كانت حضارة مبنية على استعمار قام، فهذه ليست من بقدراتك، وإنما هو المستعمر الذي بنى هذه الأرض فقط، ولم تحافظ عليها، ليتك حافظت عليها. حاولت المملكة السعودية وعمرت لبنان وساعدت لبنان كثيرا، وإلى الآن للأسف لا زال هؤلاء اللبنانيين يعيشون في ظلام دامس في أغلب أوقات يومهم، لا زالوا يعانون من تراكم النفايات في كل مكان، لا زالوا يتسولون المنح والهبات من كل دول العالم وخصوصا المملكة العربية السعودية، لا زالوا يبحثون عن الوظائف في المملكة العربية السعودية، وما أن يصلوا إلى المملكة العربية السعودية إلا ويجدوا المدن الراقية ولا يركبوا السيارات الفارهة ويسكنوا البيوت التي ما حلموا يوما بها، ثم يتحدثون عن الأعراب وعن الصحراء. هؤلاء الجهالة الغوغاء. تخيلوا جهالة. لو أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا بترحيل هؤلاء 350 ألف أعتقد خلال 24 ساعة، والله لتطهرت البلد، والله لما عانينا شيئا إلا مزيدا من النظافة والتطور.